ادوس دبرياج للاخر خالص عشان افصل حركه العربيه، وبعد كده بقى ابدا ادوس على الفرامل اللي بتوقف العربيه، فلاقي ان العربيه وقفت. خلينا بقى نبدا في الخطوات على طول. اول حاجه عندي لو انا عايز ابدا اتحرك بالعربيه يبقى انا محتاج ادوس دبرياج، واتفقنا ان احنا ما بندوسش دبرياج غير على الاخر خالص. يبقى انا اول حاجه عندي هبدا ادوس دبرياج على الاخر خالص. طيب دوست دبرياج على الاخر، تاني خطوه بقى عندي ان انا هنقل الغيار. انا هبدا اتحرك يبقى اكيد هجيب الغيار الاولاني، واحنا واقفين لو عايزين نمشي هنجيب الغيار الاول. يبقى انا دوست دبرياج، جبت الغيار الاولاني. تالت خطوه عندي بقى في العربيه وهي ان انا ابدا اسيب الدبرياج بالراحه جدا. طيب هسيب سنه صغيره، هل العربيه مشيت؟ لا ما مشيتش. اسيب كمان سنه، هل العربيه مشيت؟ لا. اسيب كمان سنه، بدات العربيه تتحرك. اول ما العربيه تبدا تتحرك يبقى محتاج اثبت رجلي على البدال وما اسيبش اكتر من كده. يبقى انا دلوقتي عشان ابدا احرك العربيه فمحتاج اعمل 3 خطوات. اول حاجه ادوس دبرياج، تاني حاجه اجيب الغيار، تالت حاجه اسيب الدبرياج بالراحه جدا. بدات العربيه تتحرك، ثبت رجلي حوالي ثانيتين ثلاثه، وبعد كده بسيب الدبرياج خالص. يبقى كده العربيه بدات تتحرك ومشيت. عايز ازود سرعه، اتفقنا ان هنروح ندوس على البنزين. طيب العربيه اتحركت ومشيت، عايز بقى اوقف العربيه. عشان اوقف العربيه هنا، فايه اللي بيوقف العربيه؟ سامعك وانت بتقول الفرامل. بس الفرامل لوحدها لو وقفت العربيه هتعمل مشكله فيها. يبقى انا عشان اوقف العربيه ما ينفعش استخدم الفرامل لوحدها، لازم افصل الحركه بتاعه العربيه. واحنا كنا قلنا في الفيديو رقم 2 ايه اللي بيفصل الحركه بتاعه العربيه؟ هو الدبرياج بالظبط كده. يبقى انا لو عايز اوقف العربيه فمحتاج في البدايه ادوس دبرياج للاخر خالص عشان افصل حركه العربيه، وبعد كده بقى ابدا ادوس على الفرامل اللي بتوقف العربيه، فلاقي ان العربيه وقفت معايا. يبقى انا هدوس دبرياج للاخر خالص تاني، بس هدوس الفرامل بالراحه جدا. دوست دبرياج للاخر ودوست فرامل، وقفت العربيه معايا زي الفل. وقفت، بس هنا العربيه على ايه؟ على غيار رقم 1. ايوه بالظبط. طيب يبقى انا بقى ارجعها على ايه عشان افضل واقف؟ هرجعها على الزيرو او المور اللي بنسميه مور. مجرد ما برجعها على المور بلاقي ان العربيه تفضل واقفه معايا خالص، واقدر كمان اشيل رجلي من على البندلات وما يحصلش اي مشكله. يبقى لو مركز معايا احنا عملنا 3 خطوات عشان نمشي، وعملنا 3 خطوات عشان نقف. لو عايز امشي دوس دبرياج، اجيب الاول اسيب دبرياج، مشيت. عايز اقف ادوس دبرياج على الاخر وادوس فرامل، وقفت، وارجعها للمور. خلاص كده يبقى 3 خطوات بيمشوها و3 خطوات بيوقفوها. طبعا لو في حاجه مش فاهمينها في الحاجات اللي بنعملها دي ممكن تبعتوا لي في الكومنتات وارد عليكم ونتابع مع بعض الفيديو الجاي.